أنا والدة عبد الرحمن من أطفال 57. هو كان بدأ المرض عنده من حدود تقريبا سنتين. كان بيلعب باسكت، وهو بيلعب في التمرين حركته بدأت تتغير وبدأ يظهر عليه التعب. فرحت كشفت عليه، ظهرت في التحاليل في حاجات، قالوا لنا لازم نروح مع أمراض دم. المهم يعني كشفنا، مع التحاليل اكتشفنا ان في حاجه غريبه عنده في دمه، فحولونا على 57. بعد فتره الانتظار لما جه دورنا كلمونا ودخلنا. ما كانش فيه واسطه وما كانش فيه اي تمييز، الحمد لله. يعني اول ما بيجي الدور بنخش على طول ونبدا العلاج، وبدانا العلاج بعدها على طول. والحمد لله يعني عدينا بمراحل كتيره. في الأول كانت الأمور طبعا صعبة، والعلاج كان يعني شديد شوية، بس الحمد لله مع الوقت ومع الصبر، والحمد لله موفر لنا العلاج وموفر لنا أهم حاجة المعاملة الكويسة، وربنا يكرمهم. في تحسن ودينا لسه مكملين يعني، وربنا يكرم بإذن الله. الحمد لله كنا بنيجي فترات طويلة كل أسبوع، بعد كده كل أسبوعين. الحمد لله دلوقتي كل شهر بنيجي مرة بناخد العلاج فيه. وباذن الله نكمل الكورس، وربنا يوصلنا باذن الله للمتابعه ويبقى على خير باذن الله. المتبرعين اتمنى يعني اشكرهم جدا جدا ان هم يعني مساعدين المستشفى ومساعديننا ان احنا بنعالج عيالنا، وربنا يقويهم ويكرمهم. وباذن الله يعني اتمنى ان هم عدد المتبرعين يزيد في احتياج برضو، وربنا يكرمهم يا رب باذن الله. اشكر الدكتوره اسماء حموده ان انا من متابعين معاها، ومن اول ما جينا المعامله الطيبه والاستقبال اللي هو بيحسسنا ان احنا اخت لينا وبنيجي نتعامل معاها بكل احترام. فربنا يكرمها يا رب، وبشكرها كتير جدا.